مش ممكن اتنازل عن اي حاجه انا بحبها، ولو فيها ان انا ابقى رئيس وزراء ولا رئيس جمهوريه. اي حاجه انا بحبها اهم عندي من اي مصلحه. ما اقدرش اتنازل عن حاجه بحبها، لا شخص ولا اكله ولا عاده ولا شيشه ولا ساعه حلوه اقضيها مع الناس. انا عندي الحاجات دي اهم بكتير قوي. ازاي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ اهلا وسهلا بحضرتك، زي الصحه. اهلا وسهلا. حابه اعرف حضرتك بينا. احنا كيف ماركتنج ايجنسي. اول حاجه ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك اكتر؟ انا اسمي وائل قرطام، انا استاذ التسويق في الجامعه البريطانيه في مصر، ومدير مركز بحوث التسويق المتقدمه في الجامعه. واصلا كنت استاذ في جامعه القاهره، بس انا في اعاره دلوقتي. الجامعه البريطانيه بقى لي 4 سنين، وتخصصي طول عمري بحوث التسويق. خدت فيه ماجستير من جامعه القاهره، وبعدين دكتوراه من جامعه نوتنجهام في انجلترا. واشتغلت بقى في حتت كتير في الماركتنج ريسيرش، ولا زلت اكتف ماركتنج ريسيرش كونسلتنت، غير كمان الناحيه الاكاديميه. ما شاء الله، تشرفنا بحضرتك جدا. احنا هنلعب لعبه. اللعبه دي متقسمه 3 بارتس. اول بارت عن الفيلينجز، هابينس، اكسايتمنت، فيلينجز. تاني بارت عن الذكريات، وتالت بارت تروث اور دير. اول مره سافرت مع اصحابك كانت فين؟ هو دي كده الذكريات. احنا بدأنا كده بارت الذكريات. والله انا سحبت المعموره اسكندريه. اوكي، اسكندريه بتمثل لحضرتك ايه؟ بتروحها كتير؟ مثل لي كل حاجه. انا سافرت 40 بلد في العالم، اجمل بلد في عينيا اسكندريه. مصر ام الدنيا. الساحل الشمالي يقولوا لي مش عارف ايه، ونص تحويشه عمري عملتها عشان اشتري شقه بتبص على المنتزه والبحر. اسكندريه الالهام، اسكندريه الراحه النفسيه، اسكندريه الانتربرينور شيب والابداع. سميها زي ما تسميها. انا ما بروح اسكندريه، حتى الناس لما بيطلبوا مني شغل في اسكندريه ببقوا مبسوطين قوي، لان ما بتكلمش في فلوس. فاسكندريه دي الجانب المشرق اللطيف في حياتي. احنا كلنا بنحب اسكندريه. اوكي، دلوقتي بقى بارت 1 اللي هو الفيلينجز. بينك اور يعني بلاك اور بينك؟ اكتر وقت بتحس فيه انك مبسوط وانا بسمع مزيكا وانا بلعب مع احفادي. ايه نوع المزيكا اللي حضرتك بتحبها؟ كل انواع المزيكا، من اول احمد عدويه لالفيس بريسلي. كل انواع المزيكا بتذوقها. سيد درويش، بيتهوفن، شوبان، اي مزيكا انا بحبها. طب على كل واحده فكره، فيها شايف الجمال اللي فيها والمعنى اللي فيها. انت عارف حضرتك كده ان يعني في جزء من معنى كلمه كيف ان احنا نقيناها كاسم شركتنا ان هو يدل على المزاج، والميوزك اكيد تدل على المزاج. المزاج ده حاجه مهمه قوي. ايه اول حاجه جت في دماغ حضرتك لما قلنا شركه كيف ماركتنج؟ هي المزاج، المود. عشان كنت اسالكم اقول لكم انتوا قصدكم بكيف كيف، فطلع انه مظبوط. مظبوط فعلا. هي كيف، هي الكيف والمزاج، ان احنا نشتغل بكيف ومزاج، وفي نفس الوقت النو هاو، كيفيه. فيري جود. اخر بارت بقى هي ده لو ممكن تتنازل عن حاجه بتحبها قصاد نجاح كبير هتحققه، هتكون ايه؟ مش ممكن اتنازل عن اي حاجه انا بحبها، ولو فيها ان انا ابقى رئيس وزراء ولا رئيس جمهوريه. اي حاجه انا بحبها اهم عندي من اي مصلحه. ما اقدرش اتنازل عن حاجه بحبها، لا شخص ولا اكله ولا عاده ولا شيشه ولا ساعه حلوه اقضيها مع الناس. انا عندي الحاجات دي اهم بكتير قوي. احلى حاجه ان احنا نكون محبين للحياه فعلا اللي احنا عايشينها. ميرسي جدا لحضرتك وسعداء جدا.